لكم بصينيه فراخ بالبطاطس. علاقه جميله. ريقي جري. طبعا المشوار لغايه البيت لوحده يجوع يعني، بس صينيه البطاطس بالبتاعه دي سهله جدا. بندلق البطاطس كده واخد بالك، ونقوم دلقين البصل عليها، والبصل ده معمول بالحاجات واخد بالك. بالحاجات شوف الاختصار في الموضوع. ماشي. لا البصل معمول بطريقه مميزه جدا. لازم البصل يكون معمول بالفلفل الاسود، ويكون معمول بالكمون وبعض البهارات، وتقوم مقلبهم كده يا معلم، وتقوم الفراخ اللي محطوط عليها شويه بهارات برضو تقوم راميها كلها كده اهو واخد بالك. انت بص ريقك جري وهم لسه نايين، اتفرج اما يستووا بقى يا معلم. ونقوم عاملين ايه؟ السمنه دي حاطين عليها سمنه كده اهو كده اهو كده اهو بشكل عشوائي. لا بس كده اتخن بقى. دي اتخن بقى. قال يعني جت على دي. بعد المحشي. انت بتركز في الرجيم والحاجات دي؟ اه طبعا. لا يا راجل. احيانا يعني مش على طول. يعني لما يعني اليومين دول ما اليومين دول يعني انا اركز. يعني ركزت ولا ما ركزتش؟ لا مركز عشان عندي الكوليسترول عالي. فلقيت يعني الضغط عالي عندي فمحتاج ان انا مجبر. ان شاء الله يعني. بس ان شاء الله. لا يعني هحاول يعني ده لازم. انا لا ميرسي. ها ايه رايكم؟ ونقوم قاطعين طماطمايه كده. انت بتعرفي تطبخي يا مي؟ كل حاجه فعلا. اتعلمتي من مامتك؟ لا مامتي ما بتعرفش تطبخ. لا يعني تطبخ حاجات خفيفه قوي. ها بس عايز مش ايه؟ اجيب لك بيتي. جبنه؟ ايه؟ لا هات طماطم في حاجه معقول كده. هي نهدى شويه. الواحد جاع فجأة. ما تقلقش يا معلم، هتاكل صينيه بطاطس عجيبه الشكل. هتاكل طماطم بقى؟ تاخد طماطم لوحديها مش معقول. لا اجيب لك جبنه، في جبنه وزيتون. طب ايه رايك بقى ان انا كنت في المدرسه كانوا بيعملوا لي سندوتشات موز. طبعا ربنا. ده سندوتش موز ده حاجه محترمه جدا والله العظيم. وكنت بعمل سندوتشات كمان شوكولاته كورونا كده تحطيها تلزقي في الساندوتش تاكليها كده. ما بتتلكمش انت ما بتتلكمش طبعا ولا كانك واكل. كلت قبل كده سندوتشات الموز دي؟ سندوتش موز وتحط عليه معلقه مربى يا معلم. الله. امال انت فاكر ايه؟ بس على فكره مش اي حد يستوعب سندوتش الموز ده. ايوه بس يتخن جدا سندوتش او اسمها ايه، يكبت على النفس. يكبت على كملي اليوم الدراسي. ايوه كملي كده. انت كنت بتاخدي سندوتشات ايه معاكي في المدرسه؟ كنت بحب اعمل سندوتشات شيبسي قوي. شيبسي؟ لا انت اللي بصراحه ما بتعمليش حاجات غريبه. شيبسي ايوه. لا موز ما تستعملش، مصر كلها بتعمل الموضوع ده. ايه والله العظيم الاطفال كلهم بيعملوا الكلام ده. سندوتش شيبسي؟ ايوه. طب انت ما خدتش سندوتش بطاطس؟ هي شيبسي. بطاطس. ما هو نفس البطاطس. ما اسمها محمره ولا لا شيبسي كيس وتفضيه جوه البتاع وتعمل لا انا اول مره اسمعها دي. لا هي دي لطيفه، انا سمعتها مؤخرا من ساعه ما شفنا اعلانات فيها حد بيعمل كده. واخد بالك، عرفنا انه بيتعمل كده، لكن احنا كان السندوتش ما الجيل الجديد. طب اقول لك على حاجه تانية غريبه انا باكلها برضو. الساندوتش اتهيألي الناس بتستغربوا شويه. جبنه رومي بالقشطه. اسكندرانيه. اول مره اسمعها دي. شارع ايه؟ شارع بورسعيد؟ شارع بورسعيد اللي هم فيه بتوع الالبان دول. ده انا كنت بعشق اما اروح اسكندريه قعدنا عند بتوع الالبان. عندهم الالبان دي ما فيهاش هزار. تروح الصبح عند الراجل بتاع الالبان تاخد سندوتش جبنه تركي بتسموها. جبنه تركي اللي هي الجبنه الرومي. القشطه دي غريبه قوي. بس لا وقشطه، وعندهم لبنه. واللي هي بتبقى مدوره دي برضو طعمها فظيع. الالبان في اسكندريه مختلفه تماما. انت ايه؟ انت راس البر ما فيش البان. راس البر يا معلم. هو ما شافش كورس مسيستم. انت كنت بتاخد سندوتشات ايه؟ انا كنت سندوتشات موز، سندوتشات شوكولاته، جبنه بالخيار. جبنه بالخيار ماشي، دي ما فيهاش حاجه. دي طب ايه السندوتشات اللي كانت بتبقى حد من صحابك جايبها وانت متضايق من ريحتها؟ سندوتش بيض، تلاقي واحد بيض صح ده. يا لهوي، حد ياكل سندوتش بيض؟ انا كنت بتاخديه المدرسه؟ ايوه بحبه. كنت بتاخدي معاكي المدرسه؟ وبارد، ايه رايك بقى؟ ده بيبقى طعمه فظيع والله العظيم. لا بس حلو، اصل انا بحب اكل البيض بكل الاشكال الا مسلوق مش قوي. بس انت يا مي يعني وانت صغيره ماما ما كانتش بتعمل مثلا اكله معينه انت بتحبيها منها؟ لا ماما مش غاويه مطبخ خالص. بس انا بقيت اعمل ايه؟ انا اتعلمت منين؟
كل ام او كل ست نبقى بنروح نزورهم وتبقى بتعمل حاجه معينه شاطره فيها قوي، كنت اروح اتعلمها منها. وتعمليها؟ اعملها. من زمان انت حابه الحكايه دي؟ ولغايه النهارده. يعني انا لغايه النهارده فيها الطبع ده، يعني طول في الاجازه اروح اتعلم كتير من ناس صحابنا، ومن يعني الحاجه ماجده مرات محمد السبكي. متعلمه منها انا حاجات كتير جدا جدا في المطبخ، واصعب الحاجات، يعني هي اللي علمتني ممبار. بتعمليه؟ مع ان في ستات كتير، ستات بيوت، بس الا يعني الممبار حاجه صعبه مش سهله خالص. اتعلمت منها ده، وتعلمت منها حاجات كتير قوي، اللي هي الحاجات التقيله بقى. يعني اللي هي ما فيهاش. انا عايزكم بما ان انتوا قاعدين نقعد نشارك بعض في بعض من السلطه، برضه هيبقى لطيف ان احنا نعمل سلطه مع الاكل ده. شغلنا ولا ايه؟ لا انا اشتغل وطبيخ وفحمه يعني وممبار واوعى وحوش وبتاع. وانا عارفه كل الطبخات، كل الطبخات بعملها. طب انت بتطبخ حاجه؟ بعمل فشار. ايه؟ فشار. طب ايه الاكله اللي والدتك كانت بتعملها مهما تاكلها في اي حته غير الطعم اللي كانت بتعمله لك؟ ورق عنب ورز بخلطه. ورق عنب وشعريه بالفراخ. فراخ بالشعريه. دي اللي متخصصه فيه امي، مراتي اتعلمتها يعني. اتعلمتها من والدتك؟ وبتعملها وبقت محترفه جدا في ده. بس بيظل الطعم برضو بتاع والدتك. يعني زي بعض. مش عايزين نخسرك زي بعض يعني. مش عايزين تخسروا بعض يعني. مين هيقطع الطماطم؟ حتى انا اساعدك في الخيار. خد اتفضل يا باشا. طب احنا ايه عايزين حاجه نحط فيها ايه ده؟ شفت انا عارفه والله، كنت عارفه. لا مش عايز تاكل؟ لا انا هقطع. خلاص انت كده قطعته جاهز. مش هيقطع ولا يعمل حاجه. طيب يعني انا عايز اعرف منك دلوقتي بالنسبه للمطبخ، انت نفسك بتعرف تعمل اكل ايه؟ ما بعرفش اعمل حاجه، هو الفشار. فشار بس؟ فشار بس بحب يعني لا بيض اومليت مثلا ولا؟ مفيش. انسى يا اشرف، هو بيقول اي كلام اساسا، ولا هتلاقيه بيعرف يعمل اي حاجه في اي حته. لا انا بعرف اطبخ، يعني انا مثلا بعرف اطبخ. ايوه انت يا اشرف، لكن مش هو. اهو اللي انت شفتها اللي انا دخلتها. صينيه البطاطس بالحركات. شفتها؟ ريحتها ابتدت تطلع. لا والله فراخ بالبتاع. ادوار، انت كنت زمان بتعاكس حد في الشارع؟ عمري ما تكذبش يعني. والله عمري ما عملتها. ولا حد من صحابك كنت ماشي معاه مثلا كان بيعاكس واحد؟ كنا ايام ما كانت طالعه الكاميرا الخفيه موضه، كنا ايام ثانويه عامه واحنا رايحين من درس لدرس، كنا نمشي نعملها في الشارع. اللي هي الكاميرا الخفيه. يعني مثلا نشوف واحد ماشي نروح ماشيين طابور وراه. وفرحانين قوي. اللي هو مثلا ايه، اقف واحد صاحبي يقف كده وانا واقف كده، وبعدين داخل انا بعمل كده، يوم واحد مسلم عليا اروح مسلم على صاحبي. كنا نفرح قوي الحركات دي في الشارع. والله كنا بنعملها. يعني بتعملوها في الناس يعني؟ لا بتضايق الناس دايما. ما كانت لذيذه قوي. بس هي فكره ان هم بيشغلوا نفسهم يعني، ويقعدوا يهزروا ويضحكوا بتاع. ايوه احسن مكان ينحرف. هات كلينكس من هناك. عايزه ايه؟ مش من ده، هات من هناك. انت طبعا اكيد اتعرضتي وانت ماشيه في الشارع حد يعكسك ولا حاجه؟ حصل ده طبعا؟ بس مرات قليله، لانه ما كنتش انزل كتير لوحدي. لازم يعني دايما معاكي طب معقول مع وجود مها. معقول. بتضربهم بالكاراتيه. لا ما كنتش انزل كتير لوحدي، بس طبعا اتعرضنا لكده لو انا واصحابي حتى. ايام الجامعه مثلا. بس هي طبعا احسن حاجه في الحالات اللي زي دي التجاهل التام وقله الرد. عشان كان في بنات، كنت اشوف بنات ممكن تقف تتخانق، بس انا كنت اشوف ده يقلل جدا من البنت ان هي طبعًا ترد طبعا طبعا. لان انت كمان ما تعرفيش يعني ممكن الشخص اللي قدامك يوصل لمرحله ايه، ممكن تبقى ردوده عامله ازاي. ما اللي بيعاكس اصلا ممكن ما يكونش عنده احترام قوي او كنترول قوي على تصرفاته، عشان انت تبقي عارفه اخر ما هتوصلي في الخناقه دي يعني. ما ينفعش اصلا بنت تقف تتخانق اساسا يعني. فما كنتش بحب هي مجرد انها ردت ده في حد ذاته. لا انا ما بوجهش. وجه انت اتفضل. يعني مجرد ده عسل. مجرد ان واحده ترد دي كانت تدي سكه للولد نفسه ان هو يكمل بقى يعني. طبعا يزود. طبعا حتى لو هي بتقول له ايه اللي انت بتقوله ده وبطل قله ادب، ده معناها اهلا وسهلا كل سنه وانت طيب.